اي حاجه صح بنعملها في حياتنا للاسف بتكون تقيله جدا على قلبنا. التزامك بالصلاه بتحس ان هو تقيل على قلبك. انك تروح الجيم وتاكل كل يوم اكل صحي وتعمل نفس الحاجه دي حاجه تقيله على قلبك. انك تستثمر وقتك وتروح تحضر سيشن او تاخد كورس او تحضر كلمتين ممكن يفرقوا جدا في حياتك ده تقيل على قلبك. انك تبعد عن عاده غلط او شهوات كتيره جدا غيرك عايش فيها دي تقيله على قلبك. عشان كده اي حد ناجح فيكم فهو ناجح وهو بيكافح كل حاجه غلط سهل على حد تاني. افرق ما بين الاثنين فاختار الطريق ده بلعبه وهزاره وتنطيطه وبتاعه وابقى عايز اعيش العيشه دي مش بتاعتك، دي بتاعت اللي يستاهل، بتاعت الشخص اللي تعب وكافح وحرم نفسه من حاجات كتيره جدا كنت انت عايشها ومزاجك حلو. شكرا. السلام عليكم. ايه الاخبار؟ انا النهارده هكلمكم عن حاجتين مهمين جدا احنا محتاجينهم. اول حاجه استثمار الوقت والرياضه. الاثنين مهمين جدا. فكره ان احنا بنستثمر وقتنا دي حاجه مهمه جدا هتخلينا نعمل كل حاجه احنا محتاجينها على مدار اليوم. انا بس ليا سؤال لكل الناس اللي قاعده، هل حد فينا عنده يومه بيبقى 22 ساعه او 20 ساعه؟ محتاج رد صح؟ كلنا بناخد نفس عدد الساعات اللي بناخدها على مدار اليوم. يعني انت عندك اللي عندك الصحه، ربنا ميزك بعقلك، كل حاجه كامله، عندك 24 ساعه على مدار اليوم تقدر تستخدمهم. فلو شفت حد بيستثمر وقته وبعد عن شهوات كتيره جدا علشان يبدا ينجح في حاجه بيحبها فهو قدر يعمل حاجه انت ما قدرتش تعملها، فده معناه ان هو يستحق النجاح او الحاجه اللي هو وصل لها، بس انت لسه ما قدرتش تفهم ان الموضوع مجرد استثمار وقت. في حاجات كتيره جدا مربوطه بالارزاق ربنا اداها لنا، بس في ارزاق اكتر مربوطه بالسعي، بالمجهود، بالاجتهاد بتاعك، بطريقه تفكيرك، بالناس اللي انت بتستخدمهم او بتبدا تلدهم طول الوقت على مدار يومك. يعني على سبيل المثال في واحد ممكن يصحى الصبح بيبدا يصلي، يلعب رياضه، ينزل الجامعه، يبدا يستثمر مع الجامعه وقته علشان يبدا يخلي يومه افضل. بكره او السنه الجايه بيبدا يستغل الادوات بتاعته. طول ما هو ماشي على مدار السنين بيبدا ياخد اداه علشان يعني يستخدمها قدام، ان هو يتعلم، ان هو يطور من نفسه، ان هو يشوف حاجه يتعلمها جنب الدراسه علشان يبدا يشتغلها بعد كده وتكون مصدر رزق اساسي بالنسبه له. ده بالنسبه لي زي بالظبط اللي اتعلم يعني اساليب الحرب علشان لما يقف في ساحه يعرف يطلع السيف ويحارب. لكن انت عايز تدخل ساحه الحرب والمعركه وانت ما معكش سيف ولا معاك اي ادوات تساعدك. انت بالظبط ضيعت سنين الجامعه في انك تتنطط، تلعب، تروح تقعد مع اصحابك على القهوه، او تبدا تستغل حاجات كتيره جدا كان ممكن تستغلها لو عايز تبقى احسن، بس انت ما عملتش كده. فساعتها ما تلومش الا نفسك. استثمار الوقت جزء اساسي هيخليك تكون راجل قادر تعمل كل حاجه انت محتاجها على مدار اليوم. وكل ما تكون بتصحى بدري كل ما هتكون يعني مش بتصحى بدري بلا هدف، بس كل ما تكون عايز تعمل حاجه جديده بتستقطع من وقت ملوش لازمه او بتبعد عن حاجات ملهاش لازمه عشان تبدا تشتغلها كويس وتنجح فيها افضل. تمام كده؟ طيب موضوع الرياضه يفرق معانا في ايه؟ انا احكي لك حكايه كده بالنسبه لي كانت مهمه جدا. انا راجل كنت بلعب رياضه في الاول، كان الموضوع بالنسبه لي يعني ايه، حاجه ترفيهيه وما كانش مجالي الاساسي. ولو كنت حلفت لي 100 يمين ان انا هقف النهارده بعد 10 سنين بكلم ناس عن قصه نجاحي، انا ده حوالي 10 او 12 ايفنت اعمله على مستوى جامعات مصر، وعملت برامج تلفزيونيه كتيره جدا وبتاع. بس لو كنت في يوم من الايام بتحلف لي ان انا هقف قدامك الوقفه دي كنت هقول لك مستحيل، لان ما كانش في اي مؤشرات او ادوات او حاجات بعملها في وقت معين علشان خاطر احس ان انا هنجح اصلا. وده فيصل يخلينا نفهم كويس جدا ان اللي داخل اي حاجه عشان ينجح فيها ومستني مكسب منها ده اكتر واحد هيمل وهيزهق وهيحس ان هو مش عايز يعمل حاجه. ليه؟ لان الفرق بين النجاح والفشل شعره واحده بس، انك بتكون داخل اي خطوه في حياتك يا اما بتحبها وبتشتغل فيها وبتوفر كل وقتك وطاقتك بشكل كبير جدا ليها عشان انت بتحبها، مش عشان قصدك تكسب او هي تكون المصدر الاساسي ليك في وقت من الاوقات. ده هيخليك مهما تقابل مشاكل او صعوبات هتبدا تلدها بشكل كويس وتتخطاها وتكسب وتمشي. لكن لو انت داخل النهارده عشان تتعلم في كورس معين، او زي ما كان الباشمهندس بيقول انك داخل حماسي جدا في الاول عشان تتعلم حاجه معينه، بس انت اصلا مش هدفك انك تنجح فيها،
انت عايز تعملها عشان تكسب منها، فده هيخليك تزهق وتمل وتحس الموضوع صعب جدا. وده هو الفيصل. عشان كده في 95% بيفشلوا في اول طريق بياخدوه، و5% بس هم اللي استحقوا النجاح، ان هم حاربوا وكافحوا واستماتوا بشكل كبير جدا على الخطوه اللي هو بيعملها. عشان كده هديك نصيحه في القصه دي، يبقى رقم 1 انك لو بتبدا في اي حاجه دلوقتي ما تحاولش تخليها مكسب وخساره، ما تحاولش تخليها فلوس وارباح، حاول تخليها بس حب واستثمار في الوقت، وانك انت بتنمي قدرات معينه في يومك علشان تبدا بعد كده تكسب منها بشكل كويس. ده هيخليك يوم في 2 في 3 قادر تمشي فيها بشكل كويس جدا. اما بالنسبه لموضوع الرياضه، فانا كنت في وقت من الاوقات عندي وقت كبير فاضي ما كنتش بعمل فيه اي حاجه، بس كنت حاجه واحده بس اللي محافظ عليها، زي فكره ان انا اتمرن في الجيم، اتمرن في البيت، اعمل حاجه مهمه جدا. ما كنتش واخد بالي ان انا هنجح في وقت من الاوقات وابقى عندي جيمات وابقى صاحب ويب سايت كبير وابقى عندي المدرب الشخصي المتحدث العسكري، عندي ناس بتابعهم وبكسب منهم فلوس من كل مكان في العالم من الويب سايت بتاعي. كان الموضوع ان الرياضه هنا ما كانتش حاجه اساسيه بالنسبه لي عشان اكسب منها، كانت مجرد حاجه بلعبها وبتمرن وشايف شكل جسمي كويس. الوقت ده تحديدا ان ربنا حط رياضه في حياتي كان هي يعني الفيصل اللي خلاني ما اروحش ال100 سكه غلط وامشي فيها بشكل اساسي. ليه؟ لان أنا لما تلعب حاجه او لما تبدا تنتج حاجه كويسه في حياتك وتعملها عن قناعه شخصيه، بتبدا تحس انك بتعملها مش عشان خاطر ابوك بيزقك ليها او اهلك هم الدافع وراك طول الوقت، انت بتعملها في الوقت ده عشان انت مقتنع بيها 100%. فالوقت اللي غيرك بيوفره علشان يعمل حاجه مش مناسبه ليه في سنه، انت بتستثمر الوقت ده في حاجه مناسبه ليك وبتبعدك عن الغلط. ففكره انك بتلعب رياضه اصلا دي حاجه بتاهلك نفسيا انك تبدا تظبط اكلك. خلاص؟ ففكره انك مظبط اكلك دي نعمه. غيرك عايش فاست فود وجانك فود وهو عنده 25 سنه كوليسترول عالي، عنده سكر، عنده مشاكل بسبب الوزن الزايد، والكلام ده كله هيأثر عليه في انتاجاته في حياته. الحاجه الثانيه ان هي برضه هتبعدك عن 100 سكه انت مش عايز تسحل دماغك فيها. دوشه الصحاب، الحكايات اللي طول الوقت عايش او غيرك عايش وقايم فيها. ففكره انك بتلعب رياضه بتكفر نفسك عن حاجات كتيره جدا ممكن لو سبت نفسك ليها تتسحل فيها. فالرياضه مش بس حاجه بتنمي جسمك وعضلاتك وبتخليك افضل، دي حاجه بتاهلك انك انت اصلا تكون انسان كويس قادر تستخدم الوقت بتاعك في حاجات هتبدا تفيدك جدا في المستقبل. على سبيل المثال شكل الجسم، على سبيل المثال تاني فكره انك انت بتبعد عن حاجات كتيره جدا غلط. بس للاسف في مشكله هنا بتقابلنا، وانا دايما بقول ان هي صعبه جدا. اي حاجه صح بنعملها في حياتنا للاسف بتكون تقيله جدا على قلبنا. التزامك بالصلاه بتحس ان هو تقيل على قلبك، انك تروح الجيم وتاكل كل يوم اكل صحي وتعمل نفس الحاجه دي حاجه تقيله على قلبك. انك تستثمر وقتك وتروح تحضر سيشن او تاخد كورس او تحضر كلمتين ممكن يفرقوا جدا في حياتك، ده تقيل على قلبك. انك تبعد عن عاده غلط او شهوات كتيره جدا غيرك عايش فيها، دي تقيله على قلبك. عشان كده اي حد ناجح فيكم فهو ناجح وهو بيكافح كل حاجه غلط سهل على حد تاني. فبجد لو انت في السكه دي وماشي، حاول تمشي دايما في اللاين ده اللي هينفعك وهيخليك مبسوط في حياتك، ان انت استثمرت وقتك. بكره لما الزمن يعدي والفتره اللي انت كنت قاعد فيها مبسوط، ما عندكش مسؤوليات، مفيش التزامات، مفيش بيت، مفيش ولاد، كنت تقدر تستغل كل دقيقه فيها لانك تنمي قدراتك وتاخد ادوات معاك، علشان المستقبل هيسفلتك، هيخليك تندم وترجع تقول يا ريتني استغليت الوقت. لان الوقت هو اساس استثمارك في شخصيتك، وطالما استثمرت في نفسك يبقى عندك قدرات كويسه جدا تقدر تكسب من خلالها فلوس حتى لو كانت بدايتك صفر. لكن لو ضيعت كل الكلام ده والوقت ده وافتكرت ان الوقت ده اللي انت عايشه في الجامعه دلوقتي هيتكرر تاني، او الزمن هيديك فرصه تانيه بوقت جديد علشان تبدا تعمل الحاجات اللي نفسك فيها، تبقى غلطان. وبكره الزمن هو اللي هيفوقك ويحسسك ان انت غلطت في حق نفسك لما فضلت الصحبه وقعدة القهوه او اي حاجه غلط بتعملها وكنت شايف ان هي حتى مش هتاثر عليك سلبا عن نجاحك. باي منطق معلش بتفكر؟ هو مين هيفيدني؟ هو يعني مستقبلي وشغلي ودراستي والتزامي هو اللي هيخليني طول الوقت احسن، بجيب العربيه اللي نفسي فيها، بحط السالري اللي نفسي فيه،
باخد البيت اللي انا عاوزه، بعيش الحياه اللي انا على الاقل خالص حبيتها. لكن فكره ان انا افرق ما بين الاثنين فاختار الطريق ده بلعب وهزار وتنطيط وبتاع وابقى عايز اعيش العيشه دي مش بتاعتك، دي بتاعت اللي يستاهل، بتاعت الشخص اللي تعب وكافح وحرم نفسه من حاجات كتيره جدا كنت انت عايشها ومزاجك حلو جدا. تمام؟ حاول دايما تفكر بالمنطق ده، لان صدقني الحياه ما بتديش وقت فاضي لحد مرتين. اللي انت عايشه دلوقتي فتره الجامعه هو اكتر وقت مناسب ليك تقدر تنتج فيه وتعمل حاجات كتيره جدا، لانك مش ملتزم بحاجات معينه، وان كنت ملتزم حتى وبتساعد حد اهل بيتك او بيتك فانت راجل جدع، بس لسه التزاماتك محدوده جدا، ما عندكش مسؤوليات، مش نايم عليك اقساط، ما عليكش جمعيات، ما تحاولش تدخل نفسك في سكك من سكك خالص. اشتغل على نفسك، كافح، اعمل كل اللي تقدر عليه علشان الحياه تستاهل وبكره يستاهل انك تنجح. وبص يعني مش عايز اقول لك النجاح حلو جدا، انك تقف الوقفه دي او انك انت تشتري اللي انت عاوزه في الوقت اللي انت عاوزه، يعني دي نعمه من نعم ربنا، انك انت تبقى نفسك تشتري دلوقتي حاجه فمعاك فلوسها نتيجه ان انت كنت تعبان لفتره طويله وفلوسها معاك تروح تشتريها، دي حاجه كويسه جدا. بس برضه المقياس مش فلوس. يعني انا لما بشتري حاجه، خليني بس اقولها لكم بس حاجه بسيطه قوي خصوصا للشباب، يعني لما بعزم حد في حياتي ملوش لازمه على قعده او على غدا او على حاجه انا عارف الشخص ده مش مهم جدا بالنسبه لي ومش شخص اصلا حلو في حياتي، هو شخص مثلا توكسيك قوي، فانا الفلوس اللي انا دفعتها دي كانت 2000 او 3000 او 4000، دي ما كانتش فلوس دفعتها، ده كان مرتب لشهر اشتغلت واتسحلت فيه 8 ساعات لمده 24 يوم عشان ادفعها واجيب حاجه نفسي فيها. يبقى انا اولى الفلوس اللي انا بدفعها في اي حاجه ملهاش لازمه احاول افكر التفكير ده، انا اشتغلت قد ايه بالفلوس دي علشان خاطر اصرفها في الحته دي. يبقى انا كان اساس الفلوس اللي معاك واشتغلت بيها هي مجهود انت ضخيته علشان تاخد الفلوس دي في ايدك عينيه او تاخدها ملموسه يعني. فتخيل انك انت كل حاجه بتعملها في حياتك بتتقاس بالمنوال ده، صدقني عمرك ما هتفرط في جنيه في مكان ملوش لازمه. هتحط الفلوس دايما في المكان المناسب، سواء في استثمارك في نفسك، في الاكل الصحي، في اشتراك الجيم، في اي حاجه مهمه جدا عارف ان هي هتفيدك في المستقبل. غير كده انت اللي بتدفع ثمن كل حاجه بتعملها. انا مش هخسر، كل اللي بيديك النصيحه هو عايز يفيدك، لكن فكره انك انت تبقى عارف ان النصيحه هي اللي هتفيدك وتاخد النصيحه او تاخد اللي على مزاجك فما فيش مشكله، خد اللي على مزاجك، بس بكره الزمن يخليك تفهم ان الموضوع زي ما قلت النجاح ما بيكونش على مزاج حد. كله تمام؟ طيب فرصه سعيده جدا. السلام عليكم.